حتى لو الاتنين لابسين نفس اللبس ونفس الشكل. يعني بالاختصار، الوعي هو العدسة اللي بنشوف بيها الدنيا بوضوح، مش شاشة بتتعرض علينا أو حد غيرنا بيعرضها علينا يورينا اللي هو عايز يوريه لنا. فرق كبير الفهم غير إن حد يفرض عليا. طب إحنا ليه محتاجين الوعي بقى ده؟ أول حاجة عشان ما حدش يفكر بدلنا. لما ما يكونش عندي وعي وفاهم أو فاهمة، يبقى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شهر شريف، لايف كوتش BCC من ICF. خلينا نتكلم النهاردة عن حاجة كل يوم بنسمع عنها، وحاجة تخصنا جميعا كبني آدمين. كل شوية نقول إحنا لازم يكون عندنا وعي، والناس كلها لازم يكون عندها وعي. الحقيقة بقى دي كلمة بسيطة جدا جدا، إنما في واقع الأمر مهمة ولها زي ما بنقول كده تأثير عميق. الكلمة دي لما بنسمعها بنقول الجيل ده واعي أكتر مننا، إحنا ناقصنا وعي. طب إحنا فاهمين كلمة وعي بقى؟ هل الكلمة دي مهمة لدرجة إن إحنا نخصص لها محاضرة مثلا ونعمل لها سيشن زي النهاردة؟ الحقيقة لأن الوعي كلمة مش معناها إن أنا عندي معلومات كتير. أنا ممكن أكون حافظة مئات وآلاف ومليارات المعلومات، إنما الوعي هو إزاي أتعامل بالمعلومات اللي عندي والخبرات اللي عندي، وإزاي أفهم اللي بيحصل حواليا مش بس أشوفه. دي نقطة كبيرة جدا. الفهم غير الرؤية. أسأل نفسي ليه وإزاي قبل ما أصدق أو أرفض أي فكرة، حتى قبل ما تصدقوا ترفضوا كلامي أنا. الوعي ان انا اكون عارف نفسي، نقط قوتي نقط ضعفي، واعرف باخد قرارات على اساس ايه. الوعي ان اكون قادره اميز ما بين اللي بيفيدني واللي بيضرني، حتى لو الاتنين لابسين نفس اللبس ونفس الشكل. يعني بالاختصار، الوعي هو العدسه اللي بنشوف بيها الدنيا بوضوح، مش شاشه بتتعرض علينا او حد غيرنا بيعرضها علينا يورينا اللي هو عايز يوريه لنا. فرق كبير الفهم غير ان حد يفرض عليا. طب احنا ليه محتاجين الوعي بقى ده؟ اول حاجه عشان ما حدش يفكر بدلنا. لما ما يكونش عندي وعي وفاهم او فاهمه، يبقى في فراغ. الفراغ بقى لازم يتملي. مين هيملاه؟ حد غيري. الاعلام، الدعايه، ناس عندهم مصالح، حد بيستغلني عاطفيا. اي مال، اي مال، لان انا فاضي، لان انا مش مالي نفسي. انما الشخص الواعي اللي عنده وعي بيدور على المعلومه، يشوفها، يسمع حاجه ما ياخدهاش كده مسلم بيه، يقارن، يفكر فيها، ما ياخدهاش ابدا زي ما هي. طب نستفيد ايه لو احنا هيبقى عندنا وعي؟ اول حاجه نتعلم ناخد قرارات صح. نتعلم ناخد قرارات صح، مش بس نعيش حياه صح. وده النهارده هنتكلم فيه. يعني ايه ناخد قرارات صح في حياتنا؟ حياتنا اليوميه عباره عن ايه؟ عباره عن قرارات بناخدها كل يوم. ان شاء الله يكون قرار هناكل ايه، شغل، فلوس، علاقات، صحه. طب القرارات دي مبنيه على ايه؟ على فهم ولا على حد بيملي عليا؟ يبقى الوعي هو اللي بيعلمني ازاي اختار. انما اللي ما عندوش وعي يختار بالتعود او بالعواطف، وده بيكلفنا غالي جدا جدا. طيب هيفيدنا في ايه كمان الوعي؟ الحقيقة هيحمينا من التلاعب. احنا طول النهار بنسمع معلومات 90% غلط. كل واحد نفسه يطلع على الميديا يقوم طالع قايل لك معلومة، بصي الطريقة كذا كذا كذا، بصي الطريقة كذا كذا، بصي هتعملي ايه، عايزة تخلصي من كذا قولي كذا، عايزة تعملي كذا قولي كذا، عايز تبقى مليونير اعمل كذا. فطبعا مليان معلومات غلط، ومن اللي حوالينا، واللي حوالينا بيسمعوا الكلام ده ويقولوا لنا، فاحنا عندنا كذا اتجاه ل100,000 معلومة غلط. فعندنا معلومات غلط، عندنا إعلانات وخطابات مصممة مخصوص سيكولوجي عشان تأثر فينا وتأثر علينا، وناخد قرارات بناء على رغبة الآخرين. يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول عشان ما نستغلش ونشتري الوهم. عشان إيه كمان؟ عشان نتطور. مفيش تقدم حقيقي في حياتنا من غير ما نكون فاهمين.
من غير ما نكون بنراجع نفسنا، من غير ما نكون بنغير افكارنا. وبنغير افكارنا دي حاجه مهمه جدا. مفيش حاجه اسمها انا ما بغيرش رايي. لا، حضرتك لازم تغيري رايك بناء على الفكره الجديده، بناء على ان اللي كنت بعمله زمان ما جابش النتيجه اللي انا عايزاها. يبقى لازم هغير رايي. همسك بيه ليه؟ ما عنديش اي ذكاء بقى. يبقى الوعي هنا هو وقودي انا للتغيير الايجابي. يعني ايه تغيير ايجابي؟ يعني تغيير لمصلحتي. التغيير السلبي تغيير ضد مصلحتي. كمان الوعي مفيد في ايه؟ مش بس اعرف العالم اللي بره، وعي اللي جوايا انا، مشاعري، دوافعي، غلطاتي. افهم انا بعمل كده ليه، رد فعلي ده كان ليه، كنت بفكر في ايه ساعتها. اتعلم من التجارب بتاعتي بدل ما اكررها. في الآخر، الفرق بين الإنسان اللي بيتحكم في حياته والإنسان اللي حياته بتتحكم فيه والناس بتتحكم فيه هو ببساطة قد إيه عنده وعي. ودي النقطة اللي بتفرق بين اتنين، مش الحظ ومش الذكاء. الحظ له دور والذكاء له دور، بس لوحدهم ولا حاجة، صفر، من غير ما يبقى عندي وعي. وفي الآخر هفهم بقى، أنا اللي بعيش حياتي ولا حياتي اللي بتعيشني؟ سؤال بسيط جدا. لو احنا كده فكرنا لحظة، هو أنا بعيش حياتي إزاي؟ المعنى ده لو احنا فهمناه حياتنا كلها هتتغير، ونظرتنا لحياتنا هتتغير. في ناس بتصحى الصبح عادي جدا، عندها اتجاه، عارفة خطة هعمل النهاردة واحد اتنين تلاتة. وفي ناس بتصحى الصبح تستنى هيحصل ايه وانا هرد، الدنيا هتقول لي ايه وانا هعمله. الاتنين بيعيشوا، الاتنين بيشتغلوا، الاتنين بيتكلموا، الاتنين بياخدوا قرارات. بس في الجوهر وفي العمق، في واحد بيعيش حياته اللي اختارها، وفي واحد عايش ضيف وسايب الناس تعمل فيه اللي هو عايزه. طب ازاي؟ اول حاجة، احنا هنتكلم بقى على عايش ضيف، او ان الحياة اللي بتعيشه. يبدأ يتعامل مع الدنيا برد فعل. انا مستني حاجة تحصل اتصرف، كلمة تقلي ارد. مفيش عندي مسافة، ودي هي الوعي، ما بين اللي بيحصل لي واستجابتي. كأني بضغط على زرار بقى يحصل كذا، اضغط على زرار يحصل اللي قصاده. الإجابة دي بتطلع اوتوماتيك. فبيطلع حياتي كلها عبارة عن رد فعل مش تخطيط. فلان ضايقني او ما انا اتعصب، التخطيط فين؟ طب ما انا المفروض ابقى فاهم ضايقني ليه، هرد ازاي بالطريقة المناسبة ليا. حاجة بتحصل اتصرف من غير ما يكون عندي رؤية واضحة لأي حاجة قبلها. يبقى دي أول حاجة في عدم الوعي. الحاجة التانية اللي مهمة جدا اللي هي الهوية المستعارة. يعني إيه؟ أبني حياتي وبيئتي وبيتي ونفسي ولبسي بناء على رأي الآخرين فيا. لو اتمدحت أحس إن أنا زي الفل، لو حد انتقدني أحس إن أنا ضعت بقيتش ولا حاجة. قرار الآخرين في لبسي، قرار الآخرين في حياتي، قرار الآخرين في شريك حياتي، قرار الآخرين في هشتغل إيه، أنا عايزة إيه، كله مبني على اللي حواليا بيقولوا إيه، بيتوقعوا مني إيه، مش على اللي أنا عايزه ولا اللي أنا فاهمه. يبقى أنا هنا ما عنديش هوية، أنا مستني الناس تديني. وده ملوش علاقة بإن آخد رأي، إنما له علاقة بستجيب للرأي ده إزاي. بستجيب للرأي ده لأنه الأوقع، ولا إني أنا بثق في اللي قدامي أكتر من اللازم. الثقة دي بتخليني أشوف مصلحتي ولا أسمع كلامه. هنا الوعي بيقوم. طيب، ايه كمان يبين لي ان انا بشتغل من غير وعي حياتي؟ ان الوم بقى الدنيا كده، الظروف ما ساعدتنيش، الناس مخلياني كده. الجملة في حد ذاتها مش غلط، لان وارد ان يكون الظروف ما ساعدتنيش، وفي ناس وحشين في حياتنا، وفي ظروف قاسية. انما المشكلة بتحصل لما تبقى عادة ذهنية دايما، طبيعتي بستجيب لكده. باخد من نفسي آخر حاجة في حياتي ممكن أتحكم فيها، اللي هي الاختيار. من غير ما أسأل نفسي أنا كان دوري إيه في القصة. أنا ما اتعلمتش أختار، اتعلمت ألوم عشان يبقى مش أنا. بس في النهاية أنا ما اخترتش. ليه؟ لأن لما بلوم بقول هم المسؤولين، هم المسؤولين. أيوة، حضرتك كان دورك إيه؟ استجبت طبعا، ده دور. أوقف ده إزاي؟
الحاجة التانية كمان اللي تبين مفيش وعي وتبين ان الدنيا هي اللي ماشياني مش انا اللي ماشياها، لما ما يبقاش عندي بوصلة. النهاردة هقول كلام، بكرة هقول عكسه، على حسب بقى اخر حد اتكلمت معاه، على حسب مزاجي، على حسب الضغوط اللي اتعرضت لها، مش على حسب قيم ثابتة. ها، انا محددها لنفسي. لا، انا على حسب اللي يحصل واخر حد كلمني وانا اقتنعت بكلامه. ايوه حضرتك، كان رؤيتك فين؟ لا، ما انا ماليش رؤيه اصلا، انا مش عندي الرؤيه، ما عنديش بوصله. طيب، مين بقى اللي بيعرف يتحكم في حياته؟ اللي عنده وعي باهدافه ويميز بين اللي يبعده عنها واللي يقربه منها. طب ازاي انا يبقى عندي وعي باهدافي؟ ازاي؟ اول حاجه لما يبقى عندي مساحه ما بين اللي بيحصل لي واستجابتي ليه. كل ما المسافه دي تطول، كل ما رايي يكون اوقع. ان شاء الله ثانيه. دي اهم فكره النهارده. اللي بيحصل لي ورد فعل عليه، في بينهم نقط، في بينهم مسافه زمنيه ومسافه عقليه ومسافه فكريه. كل ما ترتب صح، كل ما اعرف استجيب، مش هعمل رد فعل صح. الإنسان الواعي بيوسع المساحة دي. مش معناه إني بلغي مشاعري ولا بتجاهل الموقف، إنما باخد وقتي أفكر هعمل إيه، عايزة أرد إزاي. مش باخد رد فعل تلقائي. المساحة دي بيتولد كائن، لو في حياتنا إحنا بنكون أسعد البشر، اللي هو الاختيار الحر. ليه؟ لأن أنا ما استجبتش لحد تاني، أنا اخترت حتى لو كلام غيري بس اقتنعت، متوافق مع قيمي، متوافق مع مصلحتي، متوافق مع مساعدتي. طالما متوافق وأنا مستجيبة لبناء على قيمي اللي أنا عارفاها، ما عنديش مشكلة أخد بيه. الاختيار الحر ده مش معناه إن ما أخدش آراء اللي حواليا، إنما مش معناه إن أسمع كلام كل اللي حواليا أو كلمة تجيبني وكلمة توديني. وده مش معناه ان اخد قرار بطيء او قرار سريع، معناه ان انا اخد قرار بتفكير مش باندفاع. طب الانسان الواعي كمان عنده ايه؟ عنده الهوية اللي من جواه. مش معناه انه مش بيسمع كلام حد زي ما كنت بتقول، ولا مش باخد رأي حد، لكن معناه ان عندي قيم، عندي ethics، عندي حاجات مش معلقاها على تقييم اللي حواليا. بسمع النقد، بفكر فيه، باخد الصح منه، لكن ما بيأثرش عليا واتدمر واقول انا انسان فاشل. وبسمع المدح وبفكر فيه، بس مش معناه بصدق وبقول انا ما حصلتش، انا بفكر، باخد كل حاجة تناسبني واستفيد من كل حاجة. الواعي ذكي وصياد، بياخد كل حاجة تفيده من اللي حواليه. وببقى ثابت من جوه ان مفيش حاجة بتأثر فيا، انا ببني نفسي لمصلحتي. بسمع كل الآراء، بس القرار النهائي نابع من وعي وفهمي، مش من ضغط من الآخرين. نابع من وعي وفهمي ومصلحتي، مش ان انا ماشيه مع القطيع. نابع من وعي وفهم لاني متحمل المسؤوليه. وده هيدخلنا على نقطه المسؤوليه بدل اللوم. ليه بقى؟ الواعي ما يلومش نفسه في كل حاجه. مش هينكر ان في ظروف صعبه، مش هينكر ان في ناس لخبطته، مش هينكر ان في ناس اذته. انما لما تبقى حتى الظروف مش في ايدي، رد الفعل في ايدي. وده الفرق بقى بين الضحيه وبين اللي بيتعافى وبيعرف يتحرك. اللي بيتحرك حتى لو الظروف مش لصالحه، بيتحمل نتيجة اختياره وبيكيف الظروف بما يناسب قراراته هو. حتى لو الظرف ده مش مناسب، هتعلم من الغلطة، مش هلوم اللي حواليا. كان دوري فين؟ أنا كنت فين في الحتة دي؟ عملت إيه ساعد على التصرف ده؟ إيه اللي خلاني اتصرفت مقابل إن التاني ده خدعني؟ صدقته إزاي إني ما شغلتش عقلي؟ الحاجة التانية اللي الإنسان اللي عنده وعي أو بيعيش الحياة، مش الحياة اللي بتعيشه، إن عنده قيم واضحة في حياته، عنده حاجات، مبادئ عارفها عن نفسه، ملهاش علاقة بالزحمة اللي حواليه. القرارات دي بتخدم القيم بتاعته، مش مزاج اللحظة. مش أنا متضايق دلوقتي هتعصب عليك، لا، أنا شخصية بعرف إزاي أخد قراري. أنا متعصب ومتضايق، بس أنا مش هتعامل بناء على لحظتي دي، أنا هتعامل بناء على وعيي أنا، على قراري أنا.
هفضل مستقر، وبنشوفهم بنلاقي الدنيا والعة وهو قاعد هادي، شخصية هادية جدا واخد قرار. اللي حواليه ده مش مستقر، ده مشكلتهم مش مشكلتي أنا. طب ازاي نبني بقى الوعي ده؟ أول حاجة نقرأ، مش نسمع ميديا، نقرأ كويس ومن كذا اتجاه. لو في نفس الموضوع مفيش حاجة هتجرى لك لو قريتي كتب على الإنترنت متلقحة. اقروا من كذا اتجاه ومن كذا مصدر. ليه؟ عشان أشوف رؤية الناس دي كانت في الموقف ده ازاي. الحاجة التانية السؤال قبل ما أصدق. مين اللي قال؟ وليه؟ وإيه المصلحة والهدف؟ أسأل نفسي، مش لازم أسأل اللي قدامي. أنا عندي عقل على فكرة. كمان أتأمل في نفسي. يعني إيه أتأمل في نفسي؟ يعني أقف مع نفسي، أتكلم معاها وأحترمها زي ما بتكلم مع الناس اللي بحبهم. أنت عملتي كده ليه؟ هو أنا رديت كده ليه؟ هو أنا فكرت في الموضوع ده إزاي؟ طب أنا رديت كده كان رد فعل ولا كان عندي حق؟ طب أنا حسيت بإهانة ولا أنا اللي اديت للموضوع أكبر من حقه؟ يبقى الرؤية مع النفس، التأمل مش ان انا اقعد اعمل مديتيشن، مع ان المديتيشن روعة، بس اقعد مع نفسي واكلمها زي بني ادم غيري، شخص اخر بيحبني وهيعيش معايا العمر كله، والوحيد اللي مش هيسيبني، فلازم احترمه الحقيقة ولازم احبه. كمان اسمع لرأي الاخرين جدا حتى لو مختلفين معايا، عشان افهم الصورة كاملة، مش عشان انفذ كلامهم. عشان اتعلم من التجارب بتاعتهم، مش بس اتعلم من تجاربي انا ومن غلطاتي انا. يبقى في النهاية الوعي مش رفاهية بقى، ومش حكر على المتعلمين ولا أصحاب الشهادات ولا الناس اللي طول النهار بتعمل كوتشنج. الحقيقة لا. الوعي محتاج أفكر وأتعلم أشوف الصورة كاملة قبل ما أحكم على أي حد. طب إزاي بقى أتعلم الوعي ده بقى؟ أول حاجة زي ما كنت بقول، نقف قبل الرد. قبل أي موقف حصل لي استنوا ولو ثانية. أنا عايزة أرد إزاي؟ عايزه ارد ليه؟ مش بس انا حاسه بايه دلوقتي، دي حاجه مهمه جدا. حاسه بايه؟ الاحاسيس والمشاعر ليست اوامر، هي مجرد افكار، مش اوامر لازم تلبى ولازم تتنفذ، بس هي مشاعر وصدقه. اسمعها بقى، انتي بتعملي كده ليه؟ وانا حاسه بده ليه؟ وافصل بين اللي بيحصل لي ومعناه، لان الموقف في العادي حيادي، معناه عندي انا حسيت من الحركه دي بكذا، غيري ما يحسهاش. انا حسيت من عدم رد على المسج على طول ان انا متهانه، طب ما يمكن مشغولين. يبقى الاحساس ملوش علاقه بواقع الامر، لكن له علاقه جدا بان انا افكر كويس المواقف المتكرره دي معناها ايه، مش مشاعري في الوقت الحالي معناها ايه. لان ممكن مشاعري تديني صوره على اللي انا عايزاه، ما اشوفش الحقيقه. هو بخيل، لا لا لا، ده حريص، ده بيحافظ، عشان انا عايزه كده، عشان انا عايزه المشاعر دي، علشان انا مش عايزه اتخلى، عشان انا مش عايزه اشوف الحقيقه. هي بتتجاهلني، لا 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 لا، هي بس هترد لما تبقى قادره، تلاقي بس حد معاها، انا اللي بعمل اكسكيوز، التانيه قاعده في مكانها. يبقى افصل بين اللي حصل ومعناه. الموقف الحيادي ده بيخليني اعمل ايه؟ يحدد الشعور اللي جوايا، يحدد رد فعلي، اعرف قيمتي بنفسي قبل ما الاقي نفسي انا تايهه. كمان اسال نفسي بهدوء، هو ايه اللي مهم عندي في حياتي، عشان يبقى عندي مرجع دايما اترد له. يعني انا مهم عندي اللمه الكدابه، ولا مهم عندي يبقى ناس صادقه في حياتي مثلا؟ دي ناحيه. مهم عندي ان ابان اعلى من مستوايا، ولا مهم عندي ان انا اكون مستقره ماديا؟ لازم اعرف نفسي، ولازم اعرف القيمه اللي انا اكون معاها في احسن نسخه مني. كمان اتحمل نتائج اللي بيحصل لي من غير ما الغي الظروف. اقدر اقول الظرف كان صعب، بس انا كان ممكن اتصرف بطريقة تانية. الكلمتين دول ما يلغوش بعض على فكرة، بس بيوعوني انا بعترف اهو ان كان في ظرف صعب، بعترف ان انا ما خدتش المعلومة كاملة، بس انا كان ممكن اتصرف بطريقة تانية. الفرق بين الاتنين دول مش في الذكاء بقى ولا في الحظ، الفرق في إن المسافة بتاعت التفكير. الوعي اللي احنا مش بنحترمه، اللي فاكرينه معلومات، الوعي مش معلومات، الوعي فهم. الناس اللي بتستعمل الوعي في حياتها ما بتخليش الظروف تحركها زي ما الريح بتحرك المراكب.
لان الناس الواعيه حتى لو الريح قويه دايما هي اللي ماسكه دفه مركبتها، دايما هي اللي عارفه هتمشي الدنيا ازاي على الرغم من صعوبه الموقف. الوعي مش هيخلي الدنيا سهله، انما هيخلي الدنيا على طبيعتها مليانه صعوبات. انما احنا هنرد على الصعوبات دي ازاي؟ هنحدد مين اللي ماسك الدفه بتاعت حياتنا. أتمنى إن المحاضرة دي تكون فتحت باب للتفكير، علشان بعد كده نخلي بالنا ويكون عندنا وعي في حياتنا. خلصت السيشن.